انا اكتشفت في المانيا ان في نوع من العنصريه بيبتسم لك في وشك، ما بيقولكش مثلا حاجه وحشه، ما بيعاملكش باسلوب مش كويس او انه يتعصب او يزعق او حتى انه يبص لك بصه وحشه في الشارع. اكتشفت نوع من العنصريه ان الواحد ممكن يكون واحد كل يوم بيبتسم في وشك، ممكن يعزمك حتى على غدا، ولكن برضه بيكون فيها عنصريه. ودي من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في فيديو النهارده ان شاء الله. وقبل ما ابدا الفيديو حابب اكد ان دوت مش هجوم على المانيا. انا عايش هنا ولسه برضو عايش هنا، مش ناوي ان انا اسافر قريب ان شاء الله، فاكيد مش هعمل فيديو ان انا هاجم المانيا، ولكن دي شويه نقط انا واجهتها بنفسي. وكمان في ناس كتير اعرفهم سواء في المانيا او في اوروبا بشكل عام، معظمهم مسلمين، قرروا انهم يسيبوا المانيا او اوروبا بسبب الحاجات ديت، او حتى بسبب حاجه واحده بس منهم. ناس قررت ترجع تاني على مصر، او ناس سافرت على الخليج، ودول ناس انا شفتهم بنفسي سواء اتعاملت معاهم في الشغل، في الجامعه، او اتعرفت عليهم في المسجد. والسؤال هنا ليه الواحد اللي يجهد نفسه سنين، ممكن سنة سنتين أو حتى أكتر، علشان يعرف يجي ألمانيا، بعد دوت كله يقرر إنه خلاص أمشي وأسيب البلد؟ فخلونا النهاردة في فيديو إن شاء الله هنتكلم عن أهم 5 أسباب بيكونوا أسباب إن الناس تمشي وتسيب ألمانيا. أنا حسيت بكل سبب فيهم، فبسم الله يلا بينا نبدأ بالفيديو. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. اللي اول مره يجي القناه، فانا عبد الله رشدي، مهندس عايش وبشتغل في المانيا. وعلى القناه هتلاقوا فيديوهات ليها علاقه بالسفر لالمانيا بشكل خاص والسفر بشكل عام، لان انا من هوايتي السفر والتصوير. وعلى القناه برضه هتلاقوا فيديوهات ليها علاقه بالهندسه لان انا مهندس، فعلى القناه هتلاقوا فيه تشكيله حلوه كده. وزي ما قلت لكم في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهم 5 اسباب بيكونوا اسباب ان الناس تسافر وتسيب المانيا. فيلا بينا نبدا باول سبب. اول سبب، وديت حاجه تبان بسيطه من بره، ولكن لما تدخلوا في الموضوع شويه هتلاقوه فعلا موضوع تقيل وصعب جدا، وهو تعب الاكل الحلال. انا من اول ما جيت المانيا كل مره بشتري منتج جديد بلاقي نفسي لازم طبعا ان الواحد يقعد يقرا في المكونات حرف بحرف. الجيلاتين اللي هو بيبقى جاي من الخنزير، هل المنتج دوت فيه كحول، او حتى المنتج لو فيه اروما، والاروما دوت بيكون مش واضح لان هي منكهات مش عارفين هي مصدرها منين بالظبط. المنكهات ديت ممكن تكون من الحيوانات، وحتى ممكن تكون برضو من الخنزير. اول ما الواحد جه المانيا كان عارف ان مثلا في حلويات، عارف ان بيبقى فيها جيلاتين اللي هو بيكون منتج من الخنزير، فالحاجات دي كانت واضحه. والحاجات طبعا زي اللحوم والفراخ الواحد بيبقى عارف انها مش مذبوحه حلال، فبيروح لمحلات عربي او تركي علشان يعرف يجيب منها لحمه او فراخ حلال. فدي كانت فكره الواحد اول ما يجي المانيا، ان هي ديت صعوبه الاكل الحلال، واللي هي لو انت فكرت فيها هي برضو صعبه، ولكن الموضوع ما وقفش هنا، الموضوع بجد اصعب من كده. افتكر في مره بعد ما قعدت فتره في المانيا وكنت نازل مصر، فكنت عايز اجيب هدايا وحاجات سريعه كده لاصحابي وللعيله، فقررت ان انا اجيب كميه شوكولاته كتيره جدا، على اساس ان الشوكولاته في المانيا معروفه ومشهوره وحاجه جميله، تقريبا ما فيش حد اعرفه ما بيحبش الشوكولاته. اشتريت كميه شوكولاته كتيره جدا ونزلت بيها على مصر، ولما وصلت طلعت الشوكولاته كده من الشنطه علشان اعرف هوزع كل شوكولاته لمين بالظبط. بالصدفه كده قررت ان انا في الوقت دوت اقرا المكونات بتاعتها، واكتشفت وقتها ان اكتر من 70% من الشوكولاتات اللي انا جايبها كان فيها كحول. فطبعا يومها كميه شوكولاته كبيره جدا اترمت في الزباله، وبرضه في نفس اليوم دوت قررت ان انا ما اجيبش هدايا تاني للناس. وبعد ما الواحد كده خلاص اخد الصدمه وفكر ان الشوكولاتات ديت هي الصدمه الكبيره، ان ممكن الشوكولاته يكون فيها الكحول، بعديها بفتره اكتشفت صدمه اكبر من كده، وهي ان كمان الكحول اللي بيكون موجود في السمك. اللي عايش في المانيا او في اوروبا عموما بيتجه دايما للسمك على اساس ان السمك دوت هو الحاجه اللي صعب يكون فيها حلال وحرام. لما بروح لمطعم واصحابي يطلبوا حاجه فيها لحوم او فراخ، اصحابي اللي هم مش مسلمين اللي بيطلبوا حاجات مش حلال، فدايما كان بيبقى الخيار الافضل بالنسبه لي ان اشتري حاجه فيها سمك، على اساس ان السمك الحمد لله ما فيهوش الذبح الحلال ومش حلال. ولكن تيجي الصدمه ان السمك بيطبخ بالخمره، يعني هم بيسخنوا السمك بيحطوا عليه شويه خمره كده علشان يديله شويه طعم. والكلام ده برضو موجود في السوبر ماركت، انك انت لو رايح تشتري سمك مجمد كده اللي موجود في الثلاجه لازم برضو تقرا المكونات بتاعته، لان عادي جدا ممكن تلاقي في المكونات بتاعته ان السمك دوت ضايفين عليه خمره. فدي كانت صدمه كده على مستوى اعلى من موضوع الشوكولاته. ولكن لو فاكرين ان السمك ديت هي الصدمه الاكبر، فلا، اخدت الصدمه اللي بعد كده، وهي ان كمان العيش ممكن يكون فيه كحول. العيش يا جماعه اللي هو الواحد بيلاقيه على الرف وبيشتريه كده من غير ما يسال، فبرضه يا جماعه منتجات المخبوزات، يعني العيش او المخبوزات اللي هي الفطاير او الحاجات ديت، برضه بعضها بيتم اضافه الكحول ليها، علشان بيقولوا ان الكحول بيزود من تاريخ صلاحيه العيش، فحتى العيش برضه تاخدوا بالكم منه. فدي طبعا من الاسباب المهمه جدا في المانيا، فكره المينتال لود. الواحد دايما كده عنده تعب دماغي مستمر، كل مره الواحد يروح يتسوق علشان يشوف اي منتج او يجيب اي منتج جديد لازم يشغل نفسه بالمنتج دوت حلال ولا لا، ويقعد يشوف ايه المحتوى بتاع المنتج دوت. ففعليا الموضوع متعب ومش بسيط. وطبعا الموضوع بيكون اسهل مع الوقت لما الواحد يتعود على شويه منتجات، فالواحد خلاص بيتعود انه دايما هيشتري المنتجات ديت، ما بيقعدش يشغل دماغه انه يجيب منتج جديد ولسه يقعد يشوف المحتوى بتاعه. الواحد اتعود على شويه منتجات، والواحد بقى متعود انه خلاص هي المنتجات ديت الحلال اللي انا شفتها قبل كده، فبقيت اجيب نفس المنتجات وما بحبش اغير كتير. وبشوف الموضوع بيكون اصعب للعيله اللي عندها اطفال. بشوف هنا ان الصعوبه بتكون مضاعفه. ازاي هتعرف تقنع ابنك اللي هو لسه طفل صغير 5 6 سنين او ايا يكن
انك لو حد عزم عليك حاجه من الاطفال التانيين ما تاخدهاش منه، لان عادي جدا ممكن يكون فيها جيلاتين. معرفش هل الواحد يعلم ابنه انه ما يديش حاجه لحد علشان ما يجيش حد بعدين يعزم عليه حاجه. فبجد مش قادر اتخيل اللي بيكبر ابنه في اوروبا الموضوع صعب قد ايه. ربنا يعين الناس والله. والطفل طبعا بيتعرض في المدرسه لحاجات انت ما اخترتش هو هيتعرض لها، فالاهل بيقعدوا يفكروا هل احنا فعلا في المكان الصح ولا لا. طيب نيجي دلوقتي للسبب الثاني واللي انا اتكلمت عليه في اول فيديو، وهي فكره العنصريه اللي بتبتسم في وشك. انا كنت فاكر ان العنصريه ان حد يقول لك كلمه وحشه او يتعامل معاك بشكل سخيف علشان انت اجنبي. اكيد دي عنصريه وده شكل موجود، بس اللي انا اكتشفته في المانيا حاجه تانية خالص. اكتشفت نوع من العنصريه فيه شويه خباثه كده، ان حد يبقى عادي جدا بيضحك معاك بيقول لك صباح الخير، ممكن حتى يعزمك على اكل، لكن خلف الكواليس بيكون برضو فيها عنصريه. والموضوع ده بيحصل كتير جدا في الشغل. ممكن يكون مع مديرك في الشغل، مش في المعامله اليوميه، لا عادي جدا المدير هيتعامل معاك كويس زي ما بيتعامل مع زميلك الالماني. زميلك الالماني اللي ممكن يكون نفس خبرتك وبدا معاك في نفس اليوم شغل ومتعين في نفس المنصب بتاعك، ولكن عادي جدا ممكن يكون في فرق بين عقدك والعقد اللي واخده زميلك الالماني. العقد اللي زميلك الالماني واخده يكون موظف بتامين كامل، راتب كامل، وحقوق كامله، ويبقى مديرك في الشغل شايف انك انت بما انك انت اجنبي فممكن اديك عقد اقل من الالماني علشان يوفر شويه عنده في الشغل. وده مش لانك هتشتغل اقل من الالماني، لا عادي جدا انتوا الاثنين هتشتغلوا بنفس كميه الشغل، ولكن ان مديرك ممكن يقرر انه يوفر فلوس على ظهر الاجانب. والموضوع دوت شفته بيحصل في المانيا، مش كتير ولكن شفته بيحصل. ودي الحاجه اللي انا حابب اقولها في النقطه ديت واللي ممكن نطلع منها من الفيديو، ان العنصريه مش بس صوت عالي او معامله وحشه. احيانا بتكون عادي جدا الواحد بيبتسم في وشك ولكن برضه بيعاملك بطريقه مختلفه. ولان النوع دوت مش صريح فالناس بتاخد شويه وقت عقبال اما تاخد بالها ان ايه ده، احنا بيتعامل معانا بعنصريه. وممكن بعد ما يكتشف الكلام ده بعد سنتين 3 يقرر انه يسيب المكان، وممكن وقتها برضه انه يسيب البلد. نيجي دلوقتي للسبب الثالث واللي هو برضه من الاسباب المهمه جدا واللي هي شائعه جدا في الناس اللي بتمشي وتسيب المانيا، وهو تربيه الاولاد. الاهل بيخافوا ان الطفل يكبر في مجتمع الماني، والمدارس زي ما هي متعارف عليها في الغرب انها بتتعارض مع قيمنا، في منهج، في مواضيع، في علاقات بين الطلبه، في ثقافه عامه حوالين الجنس والهويه والدين، الطفل بيتعرض لها من سن صغير. والاهل طبعا بيشوفوا انهم لو غلطوا في تربيه الطفل في السن دوت، الغلطه ديت ممكن تكون غلطه صعبه يتداركوها بعدين. وعلشان كده كتير جدا من العائلات اللي هي خصوصا مسلمه بيسيبوا المانيا بسبب موضوع تربيه الاطفال ده. مش الاكل، مش الفلوس، ولا حتى الشغل، ولكن علشان مستقبل الاولاد بيكون دايما في دماغهم. طيب نيجي دلوقتي للسبب الرابع واللي هو الوحده في المناسبات. المانيا مجتمع فيه احترام الخصوصيه، وديت فعلا حاجه كويسه، بس احيانا خصوصا في العيد او في رمضان مثلا الواحد بيحس بفرق كبير جدا من اللي متعود عليه في مصر او في دولنا العربيه. انا واحد كنت متعود في مصر ان انا كنت بقابل عيلتي كل اسبوع تقريبا، وبقيت متعود ان في الغربه العيد ملهوش طعم والواحد بيقضي العيد لوحده. الحمد لله لحد السنه دي اللي هو كان اول عيد الواحد يقضيه مع صحابه، كان فعلا عيد جميل، وعملت لكم فيديو على الموضوع دوت، اللي حابب يشوف الفيديو هيلاقي الفيديو على القناه. ولكن بشكل عام العيد في الغربه مفهوش الزحمه والاحاسيس اللي الواحد بيشوفها في العيد في مصر. مفيش الاطفال ديت اللي بتقعد تجري وتقعد تعمل صداع في الشارع او عندك في البيت، وطبعا مفيش صوت المساجد والاذان، الموضوع دوت مش موجود في المانيا. مهما حاولت تنظم ان يكون عيد جميل ولكن برضه هيفضل في حاجه ناقصه كده عن العيد اللي انت بتقعد وتقضيه مع عيلتك. ودي برضه من الاسباب المهمه جدا اللي بتخلي الناس تسيب المانيا، وهي فكره ان الواحد عايز يعيش دايما مع اسرته وحتى مع عيلته الكبيره، سواء بقى اصحابك اللي هم الناس اللي بيتجوزوا ومش عارف تحضر لهم افراح علشان انت في الغربه، وناس عندي مثلا في العيله برضه الناس اتجوزوا ما شاء الله والواحد برضه ما عرفش يحضر لهم علشان السفر. فدي برضه من الاسباب اللي بتخلي الناس تسافر، ان الواحد عايز يبقى عايش مع الناس اللي بتفرق معاه في ايامه وفي حياته. طيب نيجي دلوقتي للسبب الخامس واللي هو اي حد عايش في المانيا عارف الموضوع دوت وممكن يضحك على الموضوع ده، وهو البيروقراطيه. وخلونا احكي لكم موقف سريع كده او قصه سريعه علشان تعرفوا اقصد ايه لما اقول بيروقراطيه في المانيا. انا اول لما جيت المانيا كنت محتاج افتح الحساب البنكي اللي هو المجمد علشان اعرف ابدا اسحب من الفلوس اللي انا حاططها في الحساب البنكي، وبرده كان مهم جدا علشان اكمل تسجيلي في الجامعه. الورق المفروض كان يوصلني عن طريق البريد، استنيت اسبوع ما فيش حاجه جت، فاتصلت على البنك حجزت معاهم موعد، وكان الموعد تاني يوم. رحت البنك وقلت للموظف ان في خطاب المفروض يوصلني عن طريق البريد ولكن ما فيش حاجه لسه وصلتني، فسابني شويه كده ودخل المخزن علشان يتاكد ايه الاخبار مع البريد. فرجع وقال لي ان الجواب جاهز عندهم هنا في المكتب، قال لي هنبعته لك خلال يوم او يومين. فانا وقفت قدامه كده اللي هو متنح شويه، اللي هو لما الخطاب عندك هنا وانا موجود ما تدهوني على طول؟ ليه تتعب واحد ياخد البريد ويوصله لي للبيت لما انا موجود قدامك؟ وليه تخليني استنى يوم او يومين لما انا واقف قدامك ممكن اخد البريد على طول؟ فرد عليا بكل هدوء وبرود الحقيقه، قال لي لا ده مش مسموح،
ارجع حضرتك البيت، استنى البريد وهو هيوصل لك عندك في البيت. يعني الغطاسه بتاعت امك دي ايه الرغدله اللي انت فيها دي؟ فعلشان النظام في ألمانيا قعدت في البيت يومين استنى البريد ومستني الخطاب المهم جدا المفروض محتاجه علشان اكمل تسجيلي في الجامعه. الحمد لله الجامعه تفهموا الموضوع جدا وكانوا عارفين موضوع البيروقراطيه في ألمانيا، فتفهموا الظرف وادوني مهله اسبوع كمان علشان اودي لهم الخطاب. انا بقالي تقريبا هنا في ألمانيا حوالي 5 سنين، فشايف برضه الموضوع الصراحه بدأ يتحسن عن ما كان عليه من 5 سنين. بس لحد النهارده بتصدم ان البيروقراطيه ديت بتحصل في دوله المفروض دوله بحجم ألمانيا. عايز تغير عنوان ممكن تاخد اسبوع او اسبوعين، عايز تقدم على اقامه مثلا ممكن تجهز وتخطط قبلها ب3 شهور. ودي من الحاجات اللي بتخلي الواحد يحس انه دايما ضيف في المانيا، مهما اتكلمت لغه مهما دفعت ضرايب في اي وقت عادي جدا هتحس انك انت اجنبي. فده اللي بيخلي بعض الناس تفكر اللي هو لا انا عايش في مكان حتى لو هتهان بس الباقي كله بيتهان زيي، ما عنديش مشكله، بس مفيش ناس تتعامل احسن من الناس. وده برضه من الاسباب اللي بتخلي الناس تسافر وتسيب المانيا. طيب ليه بعد ده كله انا لسه عايش في المانيا؟ والصراحة إن ساعات بتيجي أفكار كده للواحد اللي هو خلاص أنا زهقت وعايز أمشي. بس لما الواحد بيقعد كده يفكر بالعقل ويحسبها بالورقة والقلم بيفهم ليه إنه لسه متمسك بالمكان هنا ولسه شايف إنه مش المفروض يمشي. أولاً إن الفرص اللي في تخصصي في مجال الميكاترونكس والشغل اللي أنا حالياً بشتغله في ألمانيا صعب جدا ألاقيه في مكان تاني. عارف إن الخبرة اللي باخدها في ألمانيا هي فعلاً مفيدة جدا. السبب التاني الأمان والنظام، واللي هو حتى لو حصل معاك موقف عنصري فأنت بالقانون فعلاً تقدر تاخد حقك. يعني ممكن يحصل معاك موقف عنصري ولكن لو حبيت تاخد حقك هتعرف تاخد حقك. مديرك في الشغل لو اتعنصر عليك فبرضه تقدر تاخد حقك منه. تالت نقطة ودي برضه نقطة مهمة وانا نفسي ما كنتش واخد بالي منها انها موجودة في ألمانيا، وهي فكرة ان ممارسة الاسلام هنا قانونيا متاحة. في مساجد في جمعيات بتعمل أنشطة إسلامية في ألمانيا، والحاجات ديت رغم ان انا عايش في ألمانيا بقالي 5 سنين برضه ما عرفتهاش غير من قريب. لان الموضوع الصراحه بيختلف على حسب انت هتعيش في اي مدينه. في مدن بالعافيه بتلاقي فيها مسجد وفي مدن تانية بتلاقي فيها انشطه وفيها جمعيات اسلاميه كتير. ورغم ان انا بقول ان النقطه ديت من ايجابيات المانيا او الحاجات الحلوه اللي موجوده في المانيا، ولكن برضه بقول ان الواحد يحافظ على دينه في المانيا الموضوع صعب، وان الواحد برضه يعرف يربي اولاده في المانيا برضه صعبه جدا. فانا هنا فاهم الناس اللي بتمشي هي بتمشي ليه، مش بنتقدهم. كل واحد عنده ظروف وظروفه مختلفه عن غيره. وفي اخر الفيديو حابب اقول ان الغربه مش سهله ومفيش حد عنده وصفه سحريه. في ناس ألمانيا هتبقى أحسن خيار ليهم، وفي ناس السفر أو الرجوع هيبقى أحسن خيار ليهم، والاتنين عادي جدا ممكن يكونوا صح في نفس الوقت، لأن ظروفنا مختلفة، أهدافنا مختلفة، وحياتنا مختلفة. بس عايز أسألكم سؤال دلوقتي، لو أنت مسلم عايش في ألمانيا أو في أي بلد غربية، إيه أكتر حاجة دايما بتخليك كده تفكر إنك أنت عايز تمشي؟ اكتبوا في التعليقات، أنا بقرأ التعليقات، وبرضه قصة كل واحد فيكم بتفيد التاني. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، او ممكن يكلمنا على الانستجرام وعلى الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه. واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو ثاني.